ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى ماما طلبت مني ان انا اعمل اكله جديده وسريعه كده ما تاخدش مننا وقت. فحبيت ان انا اعمل لهم كده فكره هي معروفه طبعا مش هفتكر يعني. بس قلت بقى ان انا اعملها لهم كده واروق عليهم. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنا بقى زي ما انتم شايفين معانا صدور بانيه. اوكي، انا مقطعاها كده. وسبت لكم صدر اهو عشان اوريه لكم كده. طبعا انا غسلت ايدي كويس قوي. ماشي، فدي صدور البانيه اهو. قلنا بقى ان احنا ايه هنفرمها. هنجيب بقى الكبه بتاعتنا. هنا بقى جبنا الكبه بتاعتنا اهو. هنعمل بقى الفراخ هنفرمها عشان هنحضر معاكم النهارده كفته الايه الفراخ. حاجه بسيطه كده وسهله وسريعه كده. هنا بقى حطينا الفراخ زي ما انتم شايفين اهو. هنقفل بقى الكبه بتاعتنا. نظبط بقى حالنا كله. اوكي، نحط بقى. طبعا انا غسله الفراخ كويس قوي وكنت عصر عليها ليمونه عشان الزفاره وكده. فهنا بقى حطيته في الكبه اهو زي ما انتم شايفين. وهفرم بقى بسم الله. هنا بقى فرمنا الفراخ من غير اي مكونات، لسه ما حطيتلهاش اي توابل ولا اي حاجه. هكمل باقي الكميه وارجع لكم تاني. هنا بقى فرمت كميه الفراخ كلها هي معايا. هفرم بقى الخضار اللي هحطه فلفل وبصل. مقطعه بصل اهو. نشيل دي بس. اوكي، هنجيب الكبه بتاعتنا نحط فيها البصل. انا حاطه بصلتين وسط مش كبار قوي ولا صغيرين قوي، بس هنفرمهم لوحديهم. ومعايا هنا فلفل الوان. هاخد بس ربع منها. اوكي، واخد ربع احمر برضو. هاخد من الربع الحامي ده. اوكي، وهنفرم كله مع بعضه بقى. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده بقطعه. طبعا اي تقطيع تعجبك لان كده كده هنحطه في الكبه وهنفرمه. والاصفر نفس الكلام، بس عشان الحاجات دي كلها بتعمل سوائل معايا فانا مش عايزه الكفته بتاعتي تسيب. اوكي، هنا بقى الخضار اهو هنزل بيه بالكبه. بسم الله. هنا بقى زي ما انتم شايفين حطيت البصل على الفلفل. حطيت نص فلفل الوان ونص فلفل اللي هو الاصفر والاحمر. وحطيت برضو حته كده او نص كده من القرن الحامي الاحمر برضو. هنا معايا فصين توم هحطهم. ونقفل بقى الكبه بتاعتنا ونشغلها. هفرم بقى الكلام ده وارجع تاني عشان الصوت. هنا بقى عصرت قصدي فرمت كل الخضار اللي انا حطيته هنا اللي هو الفلفل والثوم والبصل. ماشي، هفضيه بقى في طبق عشان اعصر كل السوائل اللي فيه وبعد كده اوريكم هنعمل ايه تاني. هنا بقى فرمنا الخضار زي ما قلت لكم اللي هو الفلفل والبصل وعصرته طبعا. اوكي، هنزل بقى هنا بجيب الكبه بتاعتي تاني. ننزل بقى عليهم بالايه خليط البصل ده تاني. انا لحد دلوقتي ما حطيتش اي توابل. ماشي، عشان انا عايزه احط التوابل على الفراخ نفسها. هننزل بقى بخليط الفراخ واحده واحده عشان الكبه بتاعتنا تاخد الكميه كلها. ماشي، وهنفرم. هنا بقى فرمنا شويه. ماشي، انا هنا بقى محضره معايا التوابل توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وكمون وبهارات مشكل وشويه كاري بس مش هكتر يعني او معلقه صغيره خالص عشان ما يدينيش لون قوي. ومعايا بقى طبعا بابريكا. ومعايا بقى العامل الاساسي اللي هو القرفه. طبعا انتي بتحبيه هتضيفيه مش حباه براحتك بس هو بيدي طعم حلو قوي في تتبيله الفراخ. هنا بقى هنزل بالتوابل دي كلها. اوكي، هنا بقى نزلنا بالتوابل كلها اهو. هنقفل بقى الطبه بتاعتنا تاني ونقفلها تاني. اوكي، افرم بقى. هنا بقى بعد ما فرمت الكميه كلها باجي بقى طبعا ملحتها وظبطت ملحها. باجي بقى على الوش كده بروح حاطه شويه ميه بصل مش كتير اللي هو بحط على الوش كده عشان تنعم معايا اكتر. هسيبها بقى في التلاجة حوالي ساعه كده عشان تشرب من التتبيله اكتر. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني.
هنا بقى كان عندي بتنجانتين محيرين في التلاجة، قلت بقى ايه نعملهم بابا غنوج كده، سهل وبسيط ويبقى حلو برضو سلطات يعني. اوكي بشويهم بقى كده على النار لحد بقى ما يستوي معايا خالص. ماشي. هنا بقى معايا لما البتنجان يتشوي معايا، اوكي هفضل اقلبه بقى كده زي ما انتم شايفين. هجيب معايا الحله وهنعمل بقى ايه الرز البسمتي. اوكي هنا بقى خلصت شويت البتنجان اهو، وجهزت بقى الحاجه بتاعته اللي هعملها، بس هسيبه دلوقتي يبرد بس شويه وعقبال ما احضر الرز معاكم. هنا بقى هحضر معاكم الرز. انا معايا رز بسمتي كيلو الا ربع. اوكي فهنزل بقى بالكميه بتاعتي، هعمل الزيت. بسم الله. هنا بقى محضره معايا البصله، بس هسيب الزيت يسخن شويه. نجيب معلقه. كنت بقى عايزه ادردش معاكم كده بمناسبه ان احنا عمالين هنعمل الرز دلوقتي فبنتسلى. والله يا ولاد انا حاسه ان انا لبست نفسي في موضوع الاكل ده من ساعه ما بقيت اعمل فيديوهات. ماما بقت خلاص بقى عايزين انا اللي اعمل الاكل على طول. بقيت بصوا بس برضه عادي على قلبي زي العسل. مبسوطه جدا ان انا اصلا بحب اقف في المطبخ خالص، وماما معوداني ان انا صغيره ان انا بقف في المطبخ وبعمل كل حاجه. اوكي هنا بقى زي ما انتم شايفين كده احمره، عايزاه لونه يغمق يعني ما يبقاش لونه فاتح، يعني يبقى لونه ذهبي اللي هو الجولد الغامق. اوكي اقلب بس شويه. انا معايا هنا البصل اتحمرت اهو، معايا فصين توم مهروسين هنزلهم بقى على الرز بس ايه تقلبتين كده. هنا بقى بشرب جزرايه. اوكي هنزل بقى عليها بالبصل واقلبهم بقى مع بعض. نقلب كده كله بقى مع بعض كده. ماشي ننزل بقى معلقه كاري عشان يبقى لونه اصفر. اوكي وانزل بقى هنا بمعلقه كبيره بابريكا احمر برضو معاها، بس عشان انا بحب البابريكا قوي. هنا بقى اديت تقليبه اهو كله مع بعضه. ماشي هنزل بقى الليمونه دي. انا عندي التوابل دي توابل كبسه، بس انا بصراحه مش عارفه مكوناتها ايه، هي جايه انا جايباها كده. اوكي فهحط منها برضو، بس مش عايزه اكتر عشان انا مجبتهاش قبل كده، مش عارفه هو ايه يعني ايه المكونات اللي فيها بالظبط. نقلب بقى كده مع بعض لحد ما الميه ايه تسخن معايا. هنا بقى بقلب اهو. اوكي قلبت بقى كل المكونات مع بعضيها. هنزل بقى كميه الرز بتاعتي اهي، وهقلب بقى كل المكونات دي مع بعض في الرز. بسم الله. المطبخ ده فن والاكل ده فن اكتر. عايزين ايه اروق عليهم النهارده مع اني كنت في مشوار وجايه تعبانه، بس ايه اخترت اكل سهل برضه هروق عليه. هنا الميه غليت معايا اهو في الكتل. هنزل انا مش بغسل الرز بعمله كده. هنظبط بقى الملح بتاعه، معايا مكعب مرق شوف بقى الملح. هي في ناس كتير قوي بتنقعه، وفي ناس بتغسله كويس قوي، بس انا بصراحه مش بغسله يعني بحبه كده يعني. اوكي بس نشوف بقى ملحه كده مظبوط. سيبه بقى لحد ما يتشرب وطي. هنا بقى نحضر مع بعض عقبال ما الرز يستوي، يعني نحضر بقى الايه الغنوج. ناخد بقى الغنوج اللي هي وده اهي. ننزل بقى بكل المكونات.
هنا بقى نزلت بالبابا غنوج اهو بالبتنجان المشوي ومعايا البقدونس ماشي. ونزلت بقى يعني حبة زيت صغيرين، ما كترتش، يعني ممكن اقل من ربع كوباية. وحطيت برضو اقل من ربع كوباية خل، يعني ممكن شوية حبة صغننين يعني، وعصرت ليمونة. اوكي. هنزل بقى بمعلقة طحينة كبيرة ماشي. هكتر الطحينة مش هستخسر فيها. تمام. ننزل بقى معلقة كمان، مش هستخسر. يلا بالهنا والشفا. هنا بقى فرمت كل حاجة اهو، حطيت كل حاجة سوري في الخلاط ماشي. وهفرم بقى. هنا ده قوامه اهو، شايفين؟ انا عايزاه يبقى قوامه تقيل كده بس كريمي في نفس الوقت. اوكي. انا بقى يعني هو ممكن ربع كوبايه خل على كمان اللي انا عملتها دي علشان خاطر يمشي في الخلاط يعني، فاهمين؟ ظبطت له بقى الملح بتاعه، حطيت معلقه كمون، معلقه صغيره كمون. اوكي. هفضيه بقى في حاجه واوريكم. هنا بقى خلصت طبعا بابا غنوج ورصيته على التقديم. اوكي. هنا بقى جبت الكفته، طبعا سبتها براحتها خالص في التلاجة عشان تاخد من الطعم. انا كنت بقى كده بايدي ماشي كده كوره. اوكي. ومعانا بقى عصايه الشيش طاووق الكبيره دي، نعمل كده. بسم الله. ناخد بقى من ميه البصل ونعمل كده، نقفل على الاول والاخر عشان ما تتفككش مننا ماشي. انا هنا بقى هوريكم برضه. هنا محضره طماطم وبصل وفلفل حامي وكده، ومقلباهم في بعض بالتوابل، نفس التوابل اللي انا بحطها كالمعتاد، الفلفل الاسود والكمون والبهارات والبصل البودر والثوم باودر والبابريكا والحاجات دي. تمام. هنا بقى اهو ماشي، عشان انا مش هشويها، هحطها في الفرن يعني. هفك كده بس كده البصل، افك ماشي وارصهم كده ماشي. ارص بقى الكميه كلها وبعد كده هوريها لكم قبل ما احطها في الفرن. دي بقى الكميه اهو، عملت اول صينيه، لسه بقى اخلص الباقي. ولعت الفرن وهحطها على الرف اللي تحت عشان تستوي، وارجع لكم واوريها لكم في الاخر. هنا بقى هعمل حبه سلطه كده بلدي. اوكي. معايا خضره بقى، بقدونس وكزبره وجرجير عشان اقطع. طبعا نقطعها بنقطع عليها دي الخضار بس. اوكي. يعني مش اللحوم ولا الكلام ده عشان البكتيريا خطر. وبعدين هنا بقى كوبيتشا نقطع كده. شايفين؟ هنا بقى بعد ما خلصت طبق السلطه ما بحطلوش اي حاجه غير على التقديم بس عشان ما يتبلش مني، واشيله بقى في التلاجة واروق مكاني هنا كده، ونشوف هنعمل ايه بعد. هنا بقى معايا ماشي الطحينه اللي حطيتها. طبعا الطحينه دي حسب الكميه اللي انت هتعمليها يعني ماشي. هنزل بقى عليها بميه مغليه، مش مغليه يعني دافيه، وقلب. طبعا انا عارفه ان في ناس كتير بتعرف تعملها يعني. احط هنا بقى حبه فلفل اسود، مش بس حبه توم باودر ماشي، كمون، احط حبه خل عشان اكتر، ونحط الملح. هنا بقى خلصنا كل السلطات معانا اهو. عملت البابا غنوج وعملنا طحينه وعملنا بقى بصوا دي بقى كبسه يبقى دقوس. طبعا انا مش عارفه انا عاملاها بالطريقه الاصليه اصلا بتاعه السعوديين ولا لا، بس دي انا ببشر الطماطم وبدق توم، بهرسه جامد مع قرن فلفل حامي، وبحطهم بقى على بعض كده بالخل وبعصر ليمون وكده، وبظبط بقى الملح بتاعها وكده. بس دي بقى انا بحبها من ايد اختي قوي، بتعملها بصراحه جميله، هي اللي عملتها. بحبها قوي ان هي اللي تعملها بايديها يعني.
هنا بقى خلصت كل السلطات وناقص بقى ايه الكفته. اطلعها من الفرن واحط الرز واوريها. ده بقى شكل الاكل بعد ما الاكل خلص. اوكي كل الحاجه اهي، الكفته طلعتها من الفرن والرز اهو حطيته. ماشي تمام. تعالوا بقى ندوق عشان دي اهم فقره عندي. ماشي ناخد الكفتايه الحزينه الغلبانه اللي لوحديها دي، ناخد المعلقه دي نحط بقى ايه كده معلقه طحينه. ماشي اوكي ونسمي الله بقى. بسم الله. بجد مفيش كلام. بذمتك قولي رايك بما يرضي الله، حلو ولا لا؟ تحفه، حلوه، تسلم ايدك اوي. تعالي بقى ندوق ايه رز. بجد انا بعشق الدقوس دي من ايديكي. ماشي نحطها بقى كده على الرز، تنزل تدوب كده مع معلقه كده. بسم الله. مزيكا والله العظيم مزيكا. المهم نسيت اقول لكم بقى على لفت حبيب قلبي اللي انا مخللاه. المفروض انا اعمل ازاي. حبيت بقى ان انا اقول لكم اكله سريعه ما كملتش ساعه يعني، طبعا عشان انا تبلت البانيه من الاول ومعاكم وكده، بس بجد اكل سريعه وبسيطه. هو رز وكفته ومع شويه سلطات ومع مش عارفه ايه، محبش كده الدنيا. حاجه سهله في السريع عملناها بكل سهوله وبساطه وغيرنا الروتين. عايزاكم بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي شير ولايك وتعملوا لي متابعه للصفحه لو حابين المحتوى بتاعي ان انا اكمل. باي.